فيه لحظات كتير بنبقى مش فاهمين ربنا بيعمل ايه، ولكن فيه سر بيخلي السلام يملأ قلبك حتى وسط العاصفة. السر ده كانت العذراء عايشاه كل يوم. العذراء مريم كانت عندها حاجة مش بس بتميزها، ولكن كانت سر قوتها، وهي التسليم الكامل لمشيئة الله. عمرها ما جدلت ولا حاولت تغير خطة ربنا. حتى لما الملاك جالها بخبر غريب وصعب، قالت بكل هدوء: هوذا أنا أمة الرب، ليكن لي كقولك. الكلمة دي مش بس إيمان، دي ثقة عمياء في إيدين أب محب. تخيلوا الموقف: شابة صغيرة في بداية حياتها بيجيلها الملاك ويقول لها إنها هتحمل من الروح القدس. أي حد مكانها كان ممكن يتلخبط أو يخاف أو حتى يسأل كتير: ليها أنا؟ طيب إزاي؟ ولكن العذراء ما دخلتش في جدال، وقلبها كان مليان ثقة، وكانت عارفة إن الله ما بيعملش حاجة عبث، وإن كل خطوة في حياتها محسوبة بحب. لما قالت ليكن لي كقولك، كانت بتسلم مش بس حياتها ولكن مستقبلها كله بين ايديه، حتى ولو كان الطريق فيه صلب وألم. ودي أعظم صورة للطاعة، إنك تقول أمين حتى وإنت مش فاهم كل حاجة. ببشارة الملاك ما قعدتش مريم العذراء تستنى الناس تيجي تبارك لها. بالعكس، أول ما سمعت إن إليصابات نسيبتها الكبيرة في السن حامل، قامت بسرعة وراحت تزورها. المسافة كانت طويلة والطريق مش سهل، ولكن قلبها كان مليان محبة وخدمة. تخيلوا، هي لسه عارفة إنها أم المخلص، ومع ذلك مش شايفة نفسها ولا مركزها الجديد ولا معجزتها. كل اللي شايفاه هو احتياج إليصابات. الطاعة الحقيقية لله مش بس في الكلام أو القرارات الكبيرة، ولكن كمان في إنك تحب وتخدم حتى وإنت في أصعب وأغرب أوقات حياتك. ولما إليصابات سمعت سلام العذراء، تحرك الجنين في بطنها وامتلأت إليصابات بالروح القدس. في اللحظة دي أدركت إن اللي واقف قدامها مش مجرد قريبة، ولكن أم ربها. ومع ذلك مريم واقفة في هدوء وبتسمع وتفرح، ومش بتمدح نفسها ولكن بتعظم الله. تخيلوا قلب الطاعة اللي شايف كل مجد الله وبيفرح بيه من غير ما ياخد المجد لنفسه. ده الإيمان العملي اللي بيخلي حياتك شهادة من غير ما تتكلم كتير. إليصابات العذراء فضلت تخدم لمدة 3 شهور. تخيلوا أم المخلص بنفسها بتطبخ وبترتب وبتساعد في كل احتياج، كأنها أقل واحدة في البيت. هنا سر الطاعة، إنها مش لحظة واحدة ولكنها أسلوب حياة. العذراء بتورينا إن اللي قلبه مليان طاعة بيلاقي فرحة في إنه يكون آخر واحد على المائدة، بس أول واحد يقوم ويخدم. وبعد ما خلصت خدمتها عند إليصابات، العذراء رجعت بيتها في هدوء. ما كانش عندها شعور إنها عملت حاجة